مرحبا يا حلوين. let's get ready together ونحاول نخفي هيدا الشي وخليني اخبركم شو عملت. فهيدا اول فيديو الي بعد العملية. انا عملت العملية، كان السبب الاهم هو الجيوب الانفية اللي كانت عم تقتلني. فانا ما في هلا احط ميك اب، ما في اعمل شي، فبس حنعمل حواجبي وحجرب غطيهول وخليني اخبركم كم شغلة عن رينوبلاستي. اول شي بضلنا زينة، بخاف اي شي يدق بمخاري لانه الموضوع وجع جدا. تاني شي اكيد الورم يلي حجرب اخفيه لاول مرة لانه بصراحة تعبت وبلش يعطي على اصفر. اول شي بيكون ازرق واحمر وبيربل، هلا صار اصفر. قول هاي. تاني شي الدوخة، أنا كان اوريدي الجيوب بتعمل لي وجع بالدينين، وجع بالراس، فهلأ صرت عم دوخ وشوية وجع بالدينين. ما في وطي أبدا أو انحني أو أعمل أي شي بطلب توطاي كمان لأنه بدوخ، بحس أشط ضغطي دغري. في هون نقطة كمان، خليني أجرب غطيها. لون بشرتي تغير، بتحسوني صار وجهي معبق بسبب البروزز اللي طلعولي، مع انه يعني انا ما ورمت كتير. واول نهار بعد العمليه كنت موجوعه بشكل مش من مخاري، من زلاعيمه، يمكن لانه كانوا حاطين تيوبس بتمي وكانوا لوقت طويل. عمليه الجيوب الانفيه بتجي 4 ساعات، مش مثل التجميل، التجميل بتجي 45 دقيقه. ما حاسه انه قادره اغطي اي شيء، يعني حاسه هاي الميل اصلا عندي ورماني اكتر بكتير من الميل. انا بالنسبه إلي تقريبا من ثالث نهار كنت قادره اظهر برا البيت، ولكن كان الورم كتير 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 قوي، والناس يعني كانت عم تطلع فيا هيك، فاجلت الموضوع لاسبوع. والاصعب انه لازم تضطروا تتنفسوا من تمكن لاول اسبوع. هذا الشيء كان اصعب شيء بالنسبه إلي. هلا انا صار لي اسبوع لازم فككم بكره او بعد بكره. بالعاده كمان الجيوب بتضلها اكتر القطب وهيك، فخلينا نشوف الريزلت. وهيدا كل شيء قدرت سويه ميك اب عشان بس اطلع بريزنتبل قدام العالم. انطروا الفيديو تبع بيفور وافتر لتشوفوا الفاينل ريزلت.